مساء الخير يا جماعة. بص انا مش عارفة ابص هنا ولا ابص هنا، بس انا هبص على نفسي. النهاردة 15/2، احنا الساعة 1:30، والامتحان يوم 21 تقريبا 21. ما اكدبش عليكم انا ما عملتش اي حاجة. وبصراحة بدأت في الهباتو وما خلصتوش بقالي 4 ايام تقريبا. انا فاتحه الفيديو ده علشان بس ايه، عشان اكسف نفسي، علشان انا دلوقتي عايزه انام، بس انا مش هينفع انام غير لما اخلص ده. هنخلصه. بقول لكم ايه، هنعمل قهوه. اعتبروني ما قلتش حاجه امبارح، قلت ان انا اخلص وكده، نمت طبعا. خلصت درس ونمت طبعا. احنا دلوقتي الساعه 6 المغرب، 6 العشاء. هنعمل قهوه ولا كاني قلت حاجه امبارح، وهنبدا على نضيف. تعالوا اقول لكم انا بعمل القهوه ازاي. بحط لبن، بحط نص لبن، بحط ميه ساقعه. نسيت انا بحط القهوه الاول. بحط قد ايه بقى ده على حسب الوضع اللي احنا فيه. احنا طبعا ساعتي 6، ده حاجه وقت متاخر. تاني حاجه احنا علينا حاجات عايزين نخلص. تالت حاجه انا عايزه انام. في الحاله دي بحط معلقتين. زمان كنت بتفرج على وهبس، لو حد عارفه، هو بطل يعمل فيديوهات، كان بيعمل فيديو رياكت، كان بيحط 3 معالق قهوه، وانا من ساعتها اتعلمت ان انا احط 3 معالق قهوه. بس طبعا لقيت القهوه بتخلص في 4 ايام، وبعدين الصراحه القهوه يا جماعه كترها غلط، فبقيت احط معلقتين لو انا ورايا حاجه، ومعلقه ونص في الظروف العاديه. انا بحط معلقتين، معلقه الدواء، ما بحطش سكر. ماشي، هحط ميه، احطها على نار هاديه، بقلبها قبل ما تخش النار، وبعدين اقلبها وهي على النار. النهارده كلام بجد، النهارده بجد بجد. بصوا اللي حصل ده ما يتسكتش عليه، وانا مش هكسف نفسي اكتر من كده. مهم، عارفين اوحش حاجه في موضوع ان احنا بنمتحن كل شويه، ان انا متعوده من وانا صغيره ان انا بمتحن بروح البيت اخد اجازه. اول سنه امتحن المفروض ان انا اذاكر الامتحان جاي. موضوع يعني دماغي مش مستوعبه الفكره، فتلاقوني بقى امتحن. يعني لما امتحنت الامتحان اللي فات، بعدين قاعده اقلب، مش متعوده ان انا عندي امتحان المفروض اذاكر، متعوده ان انا في اجازه، فده اللي بيأخرني. وانا بصراحه اتعلمت حاجات كتير قوي من امتحانات البطنه. اولهم ان انا مراكمش، وان انا ابدا على طول، وان انا بس انا خلاص يعني انا غلطت تاني وضيعت اول تقريبا 3-4 ايام من يوم الاحد اللي فات. قولوا الاثنين، 2 3 4 خميس جمعه سبت، انا ضيعت كتير جدا، انا ضيعت كتير جدا جدا جدا. النهارده الحد، بس حاسه ان انا هخلص عادي يعني. ثقه في الله. انا بصراحه لما بحس حاجه بتحصل، فانا حاسه متاكده ان انا هخلص عادي في الوقت، وهحل وهعمل كل حاجه وان شاء الله ما ندمش ليله الامتحان، وما يحصلش اي حاجه وحشه، والدنيا تمشي كويس. اول حاجه قهوه. انا هوريكم كتاب الجي اي تي اللي انا المفروض اخلصه صح الساعه 7، اخلصه في 5 ساعات. خليهم 6، هنام الساعه 1 طيب واخلص ده. حلو ولا انا دي لولو؟ كام صفحه؟ 160 صفحه بلس حاجات ما اتفتحتش قبل كده. كل ده اللي انا تانية ده مش عارفه كنت بعمل ايه قبل كده بجد. تفتكروا في اقل من 7 ساعات؟ ده اللي هنعرفه قبل ما انام. ابديت سريع سريع سريع. اخر كوبايه قهوه قبل الامتحان. النهارده 19/12، الامتحان يوم 21.
اقول لكم بقينا ايه. بقينا هنا 40 صفحه. الكتاب ده مش بحبه، حد فاكر؟ فاضل الكتاب ده، وانا كمان والله انا كمان مش عارفه ازاي فاضل نص الكتاب ده. بس ده مش مهم قوي بالنسبه لي، ده عليه يعني توتال 20 درجه في الامتحان، بس يعني بديهي شويه. بكره نشوف بقى هنخلصه ولا مش هنخلصه. الشتا ليله امتحان الجراحه، اشاره دي ولا مش اشاره؟ يا رب. يلا امتحان، يلا عندنا امتحان. مين قالك اني عملتها بالفريش؟ امال ايه؟ يعني لو مش بالفريش مش بس. بالمعلقه عشان بجد حاميه قوي. جماعة النهاردة 21/12 امتحاننا. ما لسه نحب نعرف رأيك في الورقة الأولى جراحة. لا بصراحة أحلى. ايه ده؟ المايك معاك. أحلى من الورقة الأولى بتاعت البطنة والثانية كتير بكتير بكتير. جراحة البطنة صح، كان امتحان حلو، حلنا حلو، بجد هنحل أحسن في الورقة الثانية. يس. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها. طبيب جراح. طبعا من شوية كنا بنغني طبيب جراح ومبسوطين، فجأة الطاقة وصلت، لقيت نفسي قاعدة بعيط. أنا دلوقتي هعمل شاي بلبن. امتحان النهاردة عدى، وطبعا قلتلكوا كنت مزنوقة وكده، وانا خلصت الحمد لله. الحاجات اللي انا مذاكرتهاش مجاش عليها اسئلة. الراوند اللي انا مش بحبه تقريبا نص الاسئلة حلها غلط، ومش بلوم نفسي، انا بجد لو رجع بيا الزمن مش هعمل حاجة زيادة، حاسة خلاص يعني. المهم يا جماعة، الطب ده دراسة صعبة اوي. الامتحانات كل شوية دي بجد طلعت حاجة صعبة اوي. انا كنت بحس ان اوفر ريتد موضوع ليالي البطنة ليالي الجراحة. لا انتوا معاكوا حق، موضوع ان انت تمتحن على 16 قسم او 16 وحدة بطنة وجراحة في شهرين. المفروض انت تخلص البطنة تخش على الجراحة، تخش الجراحة وتذاكرها نصها في اسبوع ونص تاني في اسبوع تاني، عشان نقعد بقى نعيب في نظام الطب في مصر وفي اسكندرية. وغالبا اتغير. كان بقالي اسبوع عمالة بذاكر وبذاكر وانا مش قادرة. عارفين تذاكروا لما تذاكروا وانتوا اصلا مش قادرين؟ انا كنت كده. يعني هقول لكم بعمل ايه بعد الامتحان. غالبا بعمل شاي بلبن زي دلوقتي، بتفرج على فيديو حبيبة. المهم خلاص فاضل امتحانين. والله مش مصدقة اي حاجة من اللي بتحصل. حاسة ان انا في حلم. شاي بلبن حبيبة، مكتب عايز يتروق. هنشوف هنعمل ايه، بس المهم ان انت تاخد وادي تشبيله فهم ازاي يخرجوا كل حياتها، وكانت بتشتغل هي كده خلاص مش هتتجوز تاني، وان خلاص يعني. ده عندنا نيرف اسمه جينيتو فيمورال نيرف. الجينيتا برانش بعد احنا جينيتاليا موجود هو كمان في الزيروت البودي، يبقى جينيتا برانش من جينيتو فيمورال نيرف. اللهم طيبا نافعا ليلة الامتحان. احلى امتحان النهارده. اجري. قول لنا رايك. يعني بصراحة الباثولوجي مش حلو بس اوفرول تحفة. احلى امتحان لغايه دلوقتي بالظبط. بس الحمام بجد قابل بيرمي. مساء الخير يا جماعة. طبعا امبارح امتحاننا كان الورقة التانية جراحة، كان حلو قوي وكان أسئلة لذيذة. انتوا عارفين النهاردة 29/12، النهاردة يوم
الحد، عندي امتحان تاني يوم الخميس. انتوا عارفين انا نايمة 17 ساعة بجد، بقالي كتير قوي ما نمتش انا في حاجة بصراحة ان انا لما اكون متضايقة من كذا حاجة ما بقدرش ان انا اكتبها، فانا المرة دي هعمل كده تشالنج مع نفسي ان انا هحاول اكتب الحاجة مضايقاني. انا لما اليوم بيمشي في حتة مش زي ما انا كنت عاملاها ببقى مش عايزة افتكر، خلاص مش عايزة افتكر اي حاجة عن اليوم. فانا زي ما بقول لكم كده لما بيكون في حاجات كتير قوي مضايقاني بلاقي نفسي عاملة كده، طب بحس ان انا خذلت مخي. وعلى فكرة السؤال اللي انا غلطت فيه ده خلاني بجد اعيد تفكير في حاجات كتيرة قوي، يعني اتعلمت منه حاجات كتيرة قوي، اولهم ان انا افكر مليون الف مرة لو حد قال لي حاجة او حد قال لي معلومة اراجعها مع نفسي، مش اللي هو قال لي كده يبقى هي كده، لا خالص. لازم تصدقوا نفسكم يا جماعة، انا لازم اصدق نفسي بصراحة. انا مش عارفة ليه دايما ما بصدقش المعلومة اللي انا عارفاها وباخد برأي، يعني باخد المعلومة من بق ناس تانية من غير ما اراجعها مع نفسي. وعلى فكرة الموضوع ده ما غلطنيش في سؤال واحد، انا غلطانة سؤالين بنفس الطريقة دي في امتحان امبارح. انا كنت متخيلة حاجة احسن من كده، وانا قصرت بجد. المذاكرة بتاعت الشهرين دول انا عارفة ان انا قصرت، بس فعلا الضغط بيخليكوا تأثروا وبيخليكوا ما تأدوش 100% من اللي انتوا تقدروا تأدوه. بذاكر عادي عشان مفيش وقت للزعل. خلصت حبة حلوين، قهوة، مصلحة طالب العلم. كان استابلايزد وقدرنا نستوب البليدنج، والعين بقى يعني بقى فور ريجولار. رايحة امتحن، اخر امتحان نظري، عايزة انام، مش حاسة بحاجة بصراحة خلاص، فيلا بينا. معاكم المشروع مرة واحدة كده في الملف، حسيت هتقضي غدا بقى، كنت عايزة عارفة أهم حاجة. طيب اكلنا اكل وحش جدا، ده وحشة جدا يا جماعة. النهاردة 2/1/2025، لسه مش متعودة اقول 2025، بس النهاردة بصراحة كان نفسي ابقى اللي هو بقى النهاردة كان اخر امتحان بطنة وجراحة، بس انا ما عنديش طاقة بصراحة، فهقول لكم انا ما عنديش طاقة. النهاردة كان اخر امتحان بطنة وجراحة، خلاص يعني اخر امتحان نظري. ان شاء الله المرة الجاية هيبقى عندنا امتحانات عملي وشفوي اللي هي الاوسكي. النهارده الامتحان كان حلو قوي، كان عندنا انتجريتد، يعني انتجريتد ده يعني بطنة وجراحة مع بعض. بصراحة اسهل امتحان حليت فيه لحد النهاردة، واكتر امتحان كنت طالعة مبسوطة منه. وبعديه كان عندنا امتحان مسالك، الحمد لله الدرجة الغلطة بنص، فغلطت براحتي، مش كتير، تقريبا عندي 5 أو 6، بس انا مقدرة علشان انا ما اديتوش اولوية بصراحة. مبسوطة قوي ان خلاص السنة خلصت، مش مصدقة. بس خلصت البطنة والجراحة،